انا مش عارف بقى، بالراحه عليا كده واحاول ما اطولش وابقى دقيق قوي في كلامي. انا مش عارف جرالك ايه يا بلد، جرى للبلد دي ايه في مساله الحياء والذوق والكسوف والاحترام والاخلاق وكل حاجه ليها علاقه باللي اتربينا عليه. يعني خلصنا من فيلم حلاوه روح، وخلصنا من الاخت سما المصري وفي قناه فلول والاشارات ومش عارف كذا. نخش بقى في الاعلانات. انا النهارده اتفرجت على اعلان في احد القنوات الفضائيه المحترمه، وانا ليه هنا بقول القنوات الفضائيه المحترمه؟ لان انا عارف ان في قنوات تانية اللي هي قنوات بير السلم، اللي هي القنوات اللي بتذيع الافلام المضروبه والافلام المسروقه والافلام المتصوره من السينما والافلام اللي مش عارف ايه، زي قنوات بوك بوك وموك موك وشك شك وحاجات من دي. والقنوات البوك بوك دي عليها اعلانات الله اعلم بتيجي منين، اللي هي اعلانات زي بتاعه الفنكوش والرؤيه والرقيه ومش عارف ايه اللي بيكبر وايه اللي بيصغر وايه اللي بينفخ وايه اللي بيفسي، كل البلاوي السوداء اللي موجوده على القنوات دي. فالقنوات دي ماليش علاقه بيها، لكن انا بتكلم على القنوات المحترمه. النهارده شفت على احدى هذه القنوات المحترمه اعلان تجاري، انا اسف، اعلان تجاري بتاع واقي ذكري اللي هو الكندوم بالانجليزي. وانا عايز اقول لكم ان انا صعقت او قبل ما اقول لكم الاعلان بيقول ايه، صعقت اساسا ان في اعلان عن واقي ذكري بيذاع على القنوات الفضائيه المصريه عادي كده. انا معلوماتي انه ممنوع في مصر الاعلان عن المنشطات الجنسيه زي مش عارف الفياجرا والسيالس ومش عارف ايه والكلام ده، ممنوع الاعلان عنه. تداوله في السوق ماشي، لكن الاعلان عنه تلفزيونيا ممنوع. ممنوع الاعلان عن السجاير، ممنوع، مع ان السجاير بتتباع في كل حته، بس تلفزيونيا ممنوع الاعلان عن السجاير. شفتوا اعلان لسجاير تلفزيوني؟ ممنوع الاعلان عن الخمور، مع ان في اماكن والفنادق فيها خمور، بس ممنوع الاعلان التلفزيوني عن الخمور. فكل دول وحشين، والواقي الذكري حلو نعلن عنه. انا مش فاهم يعني. وبعدين اتفرجوا على الاعلان بقى، حاجه مصيبه المصايب. الاعلان عباره عن واحده ست كده بتقع من فوق ما اعرفش منين، بتقع على راجل، وبعدين في الاخر يقول لها ما تخافيش واستخدمي، انا مش عايز اقول اسم المنتج عشان ما بقاش بروج له لا دعايه سلبا ولا ايجابا. وبعدين قال لها بقى ايه مش عارف ايه، استخدمي كذا وعيشي بحريه. حريه ايه؟ هو انا معلوماتي بس الشخصيه يعني، هو في اي علاقه جنسيه بتحصل المفروض في مصر يعني الا ما بين الزوج والزوجه؟ هل في زوج بيستخدم واقي ذكري مع زوجته؟ هل في زوجه بتستخدم واقي ذكري مع الا يعني في اضيق النطاقات، وما اعتقدش ان ده بيحصل. والا ده اعلان بيحبب الناس بقى في انها تقيم علاقات غير شرعيه، علاقات زنا، البوي فريند وجير فريند والكلام اللي بنشوفه ده، بس يبقى في الامان يعني طالما بيستخدموا واقي ذكري. انا مش عارف يا جماعه. وبعدين الاعلان بقى كمان بقى مش عارف ايه، وفي النص بطعم اللبان وبطعم الموز وبطعم التفاح وبطعم المشمش وبطعم الحمص وبطعم ايه يعني كيف لهذه القناه المحترمه؟ انا مش عارف بيتذاع على باقي قنوات ولا لا، بس هذه القناه المحترمه انا كنت بتفرج عليها النهارده، قناه محترمه، ازاي ترضى انها تذيع هذا الاعلان حتى لو كان الدقيقه منه بمليار جنيه؟ وبعدين بتقولوا الحياء حصل له ايه، والذوق حصل له ايه، واللي مش عارف ايه حصل له ايه، وبعدين بتسالوا حالات التحرش في الشارع والناس بتمشي بتقفش في بعضها ليه؟ ما هو بسبب الاعلانات دي. يعني ما الناس تخش فيلم تتفرج على كنتاكي صدور ووراك ومش عارف ايه، تطلع من الفيلم تلاقي في التلفزيون اعلان عن واقي ذكري وست بتقع على راجل ومش عارف ايه، تطلع على المجلات تلاقي، فالشعب تعبان. والله العظيم حرام. يعني بتقولوا نحل مشكله التحرش والشباب بيجي له كبت من ايه، والستات بيحصل لهم كده من ايه؟ يعني تفتكروا من ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ارجوكم يا ساده، ارجوكم ارجعوا الى الفضيله، ارجعوا الى، انا ما بقولش ان احنا نقمع ونعمل قبت والابداع والحريات، لكن لازم في رقابه، لان في مسؤوليه من الدوله لحمايه الذوق العام. انا لما بنتي جنبي وتقول لي المصاصه دي بتاعت مطعم اللوز واللبان هاتها لي يا بابا، اجيب لها ايه؟ اعمل لها ايه يا عم؟ تقول لي هات لي البتاع اللي في التلفزيون ده، وحتى لا مكتوب عليه كبار فقط ولا للزوجات ولا للمتزوج ولا اي حاجه. الرقابه ثم الرقابه ثم الرقابه، واللي مش عاجباه رقابه يخبط دماغه في الحيط او يسيب البلد. البلد دي شعبها لازم يتحمي.